يا أهلا وسهلا ويا صباح السعادة ويا مساء السعادة وكل شيء حرفيا في سعادة لكل المتابعين والمستمعين. حياكم الله في بودكاست أنا هنا. بما أنه إحنا في أول حلقة من سلسلة بودكاست أنا هنا اللي بيهتم فينا وبحياتنا وكمان سلوكياتنا وكيف نعيش حياة مستقرة وبعيدة عن كل الضغوطات اللي بنمر فيها بحياتنا، فكرت كثير جدا إيش ممكن أول حلقة تكون في هذا البودكاست، الين ما وصلت إلى عنوان تام حبيت إني أتكلم فيه، ووصلت إلى قناعة تامة إنه أهم شيء في حياتنا هي السعادة. وإذا عرفنا إيش هي السعادة وكيف نسعد أنفسنا بتتسهل علينا أشياء كثيرة جدا جدا جدا. أنا عبد الغني التركي، واليوم حنتكلم عن سر السعادة. تخيل أنك تكون عايش ما بين ناس كئيبة وكل يوم طاقتهم سلبية، كيف بتكون حياتك؟ وتخيل بنفس الوقت أنك تعيش مع ناس فرفوشة وتجيب لك طاقة إيجابية. إيش الشيء اللي بيتغير في حياتك؟ الآن أنت مخير مع من بتعيش، مع الناس السلبية ولا مع الناس الإيجابية؟ أدري أنك الآن بتقول لا يا عبد الغني، ممكن تتوقف لحظة، أنا ما بقدرش أحكم على حياتي مع من بتكون وكيف بتكون. بس بقول لك شيء ولازم تفتح مخك كويس معايا في هذه النقطة. السعادة هي قرار وليست اختيار، بمعنى آخر إنه أنت اللي بتقرر هل بتكون سعيد ولا لا. هل أنت بتحتك بالناس اللي دائما كئيبة وتلوم نفسها؟ هل بتصاحب الناس اللي دائما تخلق المشاكل؟ ولا أنت اللي بتصاحب الناس الكويسة جدا واللي عندهم طاقة إيجابية؟ أنت اللي تختار كيف تمشي حياتك وكيف تمشي حياتك بنفس الوقت. مش مهم المال أو العقارات، السيارات، الأصدقاء، الكثير والكثير من ذي الأشياء كلها فانية وكلها بتنتهي. كمان في سؤال دائما بنسأل فيه، وهو هل السعادة بالمال ولا لا؟ مبدئيا انت بتجاوب وبتقول لا، السعادة مش بالمال، ولكن هل حقا انت مقتنع من داخلك انه السعادة مش بالمال؟ المال انا ممكن اقول لك انه يجلب لك السعادة، بس ممكن يضيع وينهي اشياء كثيرة جدا. اولها الراحة النفسية، لمة العائلة، البساطة اللي تقدر تعيش فيها. انت عارف ايش مشكلتنا؟ هو ان احنا نعطي للحزن حجم كبير جدا، وللسعادة والفرح نقتصرها ونعطيها بس كذا بدقائق وثواني معدودة. طيب ليش ما يكونش العكس؟ ليش ما نعطيش للسعادة والفرح أيام وأيام ونعطي للحزن دقائق ولحظات؟ ليش ما نجربش نعمل هذا الشيء؟ طبعا ما أخفي عنك أني أنا كنت عايش حياتي وأغلب الوقت كنت كئيب، لكن اكتشفت شيء في فترة من الفترات وفي فترة من فترات حياتي خلاني أغير وجهتي وخلاني أغير نظرتي بشكل تام عن حياتي، وخلاني كمان متقبل حياتي وسعيد جدا. أولها ودائما أنا بستخدمها أنه أدخل السوشيال ميديا أكتب كومنتات حلوة وفيها حب وطاقة للناس. دائما هذا الشيء بيجلب لي سعادة. ليش؟ لأني اكتشفت أني لما أعطي للآخرين سعادة حرفيا بترجع للسعادة أضعاف مضاعفة. يا أخي أنت مش خسران شيء، وزع السعادة، وزع الابتسامة في العمل، في المواصلات، مع الأطفال، كبار السن. أساسا أنت لو خرجت وانت فوق الباص وكذا ابتسمت لشخص طوالي بيبادلك بنفس الابتسامة. وهذه دراسة حقيقية أجرتها الجامعات الأمريكية وإحنا أساسا مجربين لها بحياتنا. وإيش قال الرسول؟ قال الابتسامة في وجه أخيك صدقة. جربها، صدقني بتحس بطاقة وسعادة مش طبيعية. اصحى الصباح وانت متقبل نفسك، متقبل شكلك، صوتك، إنجازك. يا أخي امدح نفسك، تغزل في نفسك، انظر لنفسك على أنك مختلف عن الجميع وأنك آخر حبة بالكرتون. جيب لنفسك طاقة إيجابية ما تنتظرها من أحد. طبعا بعيد عن كلام التنمية والتحفيز والتنمية البشرية اللي بينقال، ده شيء أنا جربته وفي ناس كثيرة جدا جربته وأعطاهم نتيجة إيجابية جدا. كمان في شيء مهم جدا، لا تقارن نفسك يا عزيزي بالغير، أبدا لا تقارن نفسك بالغير. ربنا أعطاك قدرات وطاقة على قدك وتتناسب معك ومع حياتك ومع ظروفك. يعني خليك واثق من نفسك، لا تشوف فلان وصل لمكانة كبيرة أو سوى إنجاز وأنا لا واقف مكاني. لا، أنت الفرصة ممكن حتجي لك في الأيام القادمة. أيضا أنت الآن ممكن ماشي في الطريق الصح لهدفك وحلمك. مش مهم من يوصل أول، المهم من اللي يستمر بالوصول ويستمر بالنجاح. بقول لك شيء،
انت لما تجي تطلع الدرج، هل بتطلعها من اول درجة لاخر درجة ولا بتطلع حبة حبة؟ دائما وابدا احنا لما بنطلع الدرج بنطلع حبة حبة، فعشان كذا انت امشي خطوة خطوة، فصدقني بتوصل وبتكون سعيد بانجازك ونجاحك. يا عزيزي بقول لك شيء، السعادة هي اختيارك لتفاصيل حياتك، للاشياء اللي انت بتختارها وانت واثق انها بتسعدك. السعادة هي حياة ثانية جدا، إذا بس عرفت طريقها صدقني بتشوف حياتك نعمة كبيرة جدا، خصوصا إن إحنا لسه في كنف الرحمن وتحت حمايته ولطفه. قل الحمد لله، أيوة الآن أشتك تقول الحمد لله، وانبسط وعيش حياتك وخليك سعيد. بالأخير أنا سعيد جدا أني نقلت لكم تجربتي مع هذا الموضوع بالذات، وبكون سعيد أكثر لما أشوفك عايش حياتك بسعادة. وطبعا أنا معك دائما وأبدا عشان تعيش حياتك بالشكل الصحيح، وعشان نغير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، وأيضا نتكلم في المفاهيم اللي ممكن تفيدك في مسيرتك الحياتية. ودائما كلمة أقولها لكل الناس اللي في حياتي، حياتنا بنعيشها مرة واحدة فقط، ما بتتكرر. فيا أما تختار الطريق اللي بتعيشه بإيجابية وبسعادة، يا أما تختار الطريق اللي بتعيشه بنكد وضيق وهم وإلى ما قابله من الأشياء. بودكاستنا هنا أكيد بيكون معاك كل منتصف شهر في تمام الساعة 9 مساء على صفحاتنا بالسوشيال ميديا. إلى اللقاء. لحظة، أحبك وأنت سعيد. يلا مع السلامة.